السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا النهارده حابه اشارك معاكم وصفه صحيه جميله جدا. كيك حلو قوي وسهل التحضير ومغذي. تقدري تفطري منه الصبح وطعمه لذيذ جدا. هو كيك الجزر بالتفاح الاخضر والمكسرات زي ما شايفينها. شايفين ازاي اول ما طلعت من الفرن شكلها جميل جدا. شايفين كلها غنية بالمكسرات، الثرات والزبيب والحبوب. هقول لكم كل مكوناتها. معلش انا كنت مصورة الفيديو وانا بعملها، بس للأسف الفيديو اتمسح، لكن هقول لكم مكوناتها. طريقتها سهلة قوي. هتجيبي صينية بالحجم ده. هنبدأ ان احنا ندفي الفرن على درجة 180 درجة علشان الحرارة تتوزع جوه الفرن قبل ما تدخلي قالب الكيك. هنبدأ بالمكونات السائلة والمكونات الجافة. المكونات السائلة 3 بيضات، معاهم باكو فانيليا، وكوب إلا ربع من السكر. هتضربيهم كويس قوي بالمضرب الكهربائي أو بالخلاط. تمام. بعد ما هتضربي البيض بالفانيليا ومع السكر، هننخل كوب من الدقيق وعليهم معلقتين، سواء دقيق لوز او دقيق عادي. هتنخليه وعليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر وملح بحر، ملح بحري او رشة ملح عادية. وهتحطي ربع معلقة جوزة الطيب وربع معلقة من القرفة، وتنخليهم كويس على البيض، على المكونات يعني السائلة. تمام. عندك بذر كتان عايزة تحطي برضو نص معلقة حطي، ده اختياري. هتكوني محضرة عين الجمل او البيكان على جنب كده. اوكي. بعد ما هتنخلي الدقيق بنص معلقة القرفة بنص معلقة جوز الطيب، بعد ما هتنخليهم كويس على المكونات السائلة وتقلبيهم مع بعض، هتجيبي بشر ليمونة. اوكي. و ربع تفاحة خضراء وجزر كمان، ربع جزرة هتبشريهم تصفيهم من ميتهم وتخلطيهم مع المكونات دي كلها. لو عندك طبعا بودرة جزر بتبقى رائعة جدا، بس للأسف الا هي ربع نادرة من انك السكر. تلاقيها، لكن تمام. بودرة الجزر في وباكل الكيك فانيليا بتبقى حلوة هتضربيهم قوي. كويس قوي في هتضيفي الخلاط. كمان 50 جرام من الزبدة السائلة، معاها ربع كوب من الزيت النباتي. تقلبي كل الخليط الحلو ده مع بعضه، وهتلاقي كده ريحة رائعة. لو لقيتي الخليط سميك بتضيفي نص كوب من الماء الفاتر او نص كوب من عصير البرتقال. هتلاقي العجين الكيكة كده حلو ومتماسك. تنزلي بيه على الصينية اللي انت دهناها زيت او زبدة، وطبعا الفرن ساخن وجاهز. هتدخليها في الفرن، هتسيبيها من 15 دقيقة ل 20 دقيقة، وتبدأي تجسيها طبعا من وقت للتاني، بس ما تفتحيش الفرن قبل 15 دقيقة. وهتطلع بالشكل الرائع ده. كيكة الجزر بالتفاح الأخضر بعين الجمل بالبيكان. عايزة أقول لكم مكونات غنية ورائعة وصحية جدا، تقدري تفطري بيها الصبح. أتمنى تكون عجبتكم وصفة كيكة الجزر بالتفاح الأخضر والمكسرات. هستنى تعليقاتكم، هجاوب على كل أسئلتكم. يا ريت تعملوا لايكات كتيرة للفيديو وتشير للفيديو، وأشوفكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة. باي باي.